كان عندي العلبة دي وطبعا ما رميتهاش علشان اعمل بيها فكرة من الافكار اللي ان شاء الله تعجبكم. اول حاجة رسمت خط كده. انا استخدمت البرطمان ده علشان احاول اخلي الخط اللي انا هرسمه مستقيم بطول البرطمان طبعا. زي ما احنا شفنا كده الى حد كبير طلع الموضوع اسهل من لما ارسم بشكل عشوائي. وبعد كده ده قماش جوخ كان عندي، خدت منه جزء اللي يدوب هيغطي البرطمان وبس كده، وقصيت الباقي. طبعا هحتاجه في فكرة تانية. قصيته كده بالمقص، الموضوع سهل خالص وبسيط. وبعد كده العلبة اللي عندي كنت بتأكد بس ان المقاس مظبوط. وبعد كده هثبت بقى قماش الجوخ ده في العلبة طبعا بمسدس الشمع زي ما احنا شايفين. الموضوع سهل وبسيط واي حد يقدر يعمله، وطبعا كلنا عندنا العلب اللي هي بتخلص وبنرميها، فدي كانت فكرة كويسة عشان نستخدمها ونعمل منها منظم. ممكن طبعا نحط فيه ادواتنا، ممكن نستخدمه نحطه على المكتب للاولاد. وبعد كده الجزء اللي زاد فوق ده طبعا هقوم مقصقصاه كده بالمقص عشان وانا بتنيل جوه بالشكل ده يبقى منظم بس وكده. وهثبته بمسدس الشمع برضو. وده كان غطا العلبة، فطبعا هثبته في القاعدة بتاعتها من تحت، بدل ما كنت هثبت كرتونة هقصها على شكل دايرة والكلام ده. هو سهل عليا الغطا بصراحة الخطوة دي. وده حبل كده خيط كان عندي، وممكن نعمل بخيط الخيش او خيط المكرمية او صوف عندنا، مفيش اي مشكلة خالص. ممكن بشريط البونبون، اي حاجة عندنا نعمل بيها الفكرة، ما نعطلش نفسنا على حاجة مش موجودة. هلف كده لفتين بالخيط ده، وطبعا في كل لفة هثبت بمسدس الشمع عشان يبقى الفينش بتاع العلبة تمام. وبعد كده حبيت اعمل بيه شكل كده زجزاج، فكل جزء خليت الشمع اللي بعمله ينزل جزء وارجع اطلع تاني، امشي حبة بشكل مستقيم وارجع اعمل نفس الشكل اللي هو المموج ده، ونفس الطريقة لحد ما خلصت اخر صف في الخيط. وبعد كده طبعا هقص واشيل الزيادة كده خلاص. تحت هعمل نفس الطريقة، هاخد صف او صفين بالكتير بنفس الحبل ده. لو لسه مشتركناش في القناة ياريت نشترك ونفعل زر الجرس ولايك وكومنت جميل كده تشجعوني بيه، وزر الجرس طبعا علشان يوصل لكم كل الافكار الجديدة اللي انا بعملها. كده تعتبر الفكرة خلصت. انا كان عندي الشريط ده بصراحة بقاله كتير جدا وكنت ناسيه اصلا، فحبيت استخدم الورود اللي فيه دي كتزيين برضو للمنظم اللي انا عملته. بدأت طبعا اول جزء بعمله اللي هو اللي كان ملزوق في الوصلات بتاعة القماش، حاولت اداريها كده بالورود دي. انا استخدمت طبعا الالوان اللي تليق مع اللون بتاع العلبة، وعلى كل وردة حطيت اللولي اللي هو النص واحدة ده. وبس كده تعتبر الفكرة خلصت. ايه رأيكم؟ مستنية طبعا رأيكم في الكومنتات، ويا رب الفكرة تكون عجبتكم. وده بقى شكلها النهائي. ايه رأيكم؟ باي باي. مستنياكم طبعا في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.